شنو كطيبي هذيك المعفونه؟ واش بغيتي تضحكي فينا ناس الدوار؟ هكا صرخ فيها الجار الغني وهو كيضحك باستهزاء. اما مي رحمه ما جاوباتوش، بقات كتشوف فيه وساكته وعينيها غارقه في الدموع، والحزن اللي في وجهها كافي باش يهد جبال. ولكن اللي وقع من بعد، اللي وقع غادي يخلي الحجر يبكي قبل البشر. اياه اخوتي وخواتاتي، هادشي اللي غادي نحكيه لكم اليوم ما كانش عادي، ولا جيت باش نعاود لكم خرافات ألف ليله وليله. لا، أنا هنا باش نكشف لكم تفاصيل وحقائق كتشق الدماغ وتجرح القلب. قصة بطلتها أرملة تحدت الجوع بالحجر، وربي جاوبها بمعجزة هزت الأرض من عليها. ولكن قبل ما ندخلوا في هذا الغار ونعرفوا السر اللي مخبي وسط القدر، بغيتكم كاملين تنزلوا لتحت، ديروا معاكم جيم وابوني في قناة قصة أمل، وفعلوا في الجرس والبارطاج. خليوا الكومنتيرات الزوينة ديالكم حيت هي اللي كتفرحني. واللي جات عينو على هذا الفيديو لأول مرة ما تبخلش عليا بالدعم، حيت بيكم وبتشجيع ديالكم أنا مكملة يا أحلى وأغلى متتبعين. واجدين؟ يلا نسمعوا الحكاية من أولها. كانت واحد الأرملة سميتها رحمة، مرة اللي من سميتها كيبان نصيبها من الدنيا. وجهها شاحب ولكن فيه نور ديال الصبر اللي ما كينطافيش. رحمة لقات راسها وحيدة من بعد ما مات راجلها العربي، اللي خلى ليها جوج يتامى بحال النوار، أمين وليلى. وبيت في أطراف الدوار حيطانو كيهضروا بالفقر وسقفو كينطق بالحاجة. في داك العشية ديال البرد القارس كانت رحمة كتشوف وليداتها والدمعة محبوسة في عينها، حيت الجوع بدا كياكل في كبيداتهم. أمين الصغير كيشوف فمو بواحد النظرة كتقطع القلب وكيقول ليها: ماما واش كاين ما يتوكل؟ ورحمة قلبها كيتعصر حيت عارفة باللي الكوزينة خاوية حتى من حبة ديال الطحين. الدار كانت قفرة والبرد كيدخل من الشقايق ديال الباب، ولكن عزة النفس ديال رحمة خلاتها ما تمدش يدها للناس، خصوصا والجار ديالها هو الحاج التهامي، واحد الراجل اللي عطاه الله المال والجاه ولكن نزع من قلبه الرحمة. كان كيشوف حال رحمة ويضحك ويقول: هذه اللي شادة في نيفها وهي ما لاقيه ما تاكل. رحمة في ديك اللحظة ديال العجز التام ملي شافت ولادها كيبكيو بالجهد وما بقاش عندها جهد باش تسكتهم، ناضت لواحد القنت وهزات شي حجرات صغار من قدام الباب، غسلاتهم بدموعها قبل الماء وحطاتهم في واحد القدرة قديم وشعلت عليهم العافية القليلة اللي بقات عندها من شي عواد. وبدات كتحرك داك القدر وهي كتقول لوليداتها: صبروا يا وليداتي، راه العشاء كيطيب، غير يسخن الحال ويوجد طعام وغادي تشبعوا. ليلى وأمين مساكن بالفرحة بداو كيتمسحوا في جنابها وكيستناو الريحة تطلع، وهما ما عارفينش باللي القدرة فيها غير الحجر والماء والملحة، وباللي امهم كتحرك في الوهم غير باش يغلبهم النعاس وهما كيتسناو. في هذا الوقت كان الحاج التهامي دايز من قدام الدار وشم ريحة البخار طالعة، وقس بواحد التكبر وسد نيفو وبدا كيطل من واحد الشق، وشاف رحمة جالسة قدام الفراح وكتحرك بواحد اليقين غريب. ضحك الحاج التهامي بصوت عالي وقال لراسو: شوفي هاد الحمقى، الدار خاوية والدراري عريانين وهي كتحرك الحجر في القدرة، واش سحب ليها الله غادي ينزل عليها الماكلة من السما؟ وبدا كينادي على العساس ديالو بوشعيب ويقول ليه: شوف يا بوشعيب، جارتنا رحمة بدات كدير الكسكسو بالحجر، سير قول للناس باللي رحمة الأرملة ولات كتحمق وكطيب الحصى باش تسكت جوع اليتامى. بوشعيب مسكين بقى فيه الحال، ولكن الحاج التهامي بقى كيستهزأ ويطلع ويهبط، ورحمة كانت كتسمع كلامه الجارح وما جاوباتوش، بقات غير كتشوف في السماء وكتقول في سرها: يا ربي، أنا درت اللي في جهدي وسكتهم بالحجر، وانت اللي عندك مفاتيح الفرج، لا تخيبني قدام يتامى ما ليهم غيرك. الريحة ديال البخار بدات كتزاد والدراري بداو كيغلبهم النعاس على صوت تحرك القدرة، ورحمة بقات كتحرك وتحرك حتى نزل عليها واحد الخشوع غريب، والقدرة اللي كان فيها الحجر بدا كيصدر واحد الصوت بحال فيه اللحم والخضرة كتغلي بالجهد. الحاج التهامي بقى واقف مبهوط، الريحة اللي بدات كتخرج من ديك البراكة ماشي ريحة الحجر، هذه ريحة كتدوخ الراس، ريحة الطعام اللي ما كاينش حتى في القصور. وبدا الشك كيدخل لقلبه، واش رحمة كذبات عليه ولا كاين شي سر؟ في ديك الليلة ملي الدراري غرقوا في النعاس، رحمة بغات تطفي العافية باش تمشي حتى هي تنعس وتنسى همها، ولكن يديها تسبقاتها الغطا ديال القدرة، وبلا ما تفكر هزات الغطا
وفي ديك اللحظة وقعت المعجزة اللي هزت الدوار كامل. القدرة اللي كانت عامرة بالحجر الصم تبدلات وتحولت لواحد المنظر اللي خلى رحمة تطيح على ركابها وتغوت يا رحمن يا رحيم. القدرة ولات عامرة بأحسن ما يكون من الطعام، واللحم طايب زبدة، والبركة فيضت الجوانب ديال القدرة حتى بدات كتسيل على الأرض. الحاج التهامي اللي كان باقي كيتلصص عينو خرجات، وملي شاف داك الشي طاح ليه الشال من فوق كتافو وبدا كيرعد. ما قدرش يصدق بلي الحجر ولا طعام، وبلي اليقين ديال أرملة فقيرة حرك جنود السماء. الدوار كامل فاق على الصرخة ديال الحاج التهامي اللي لقى راسو وجها لوجه مع حقيقة أن الله كيرزق من يشاء بغير حساب، وأن السخرية ديالو رجعت عليه بالذل والمهانة في ديك الساعة المباركة. الخبار انتشر في الدوار بحال النار في التبن، والناس خرجوا من ديورهم بجلالبهم وخمارهم كيجريو لجهة ديك البراكة اللي كانت ديما منسية ومظلمة. ولكن هاد الليلة كانت منورة بواحد الضو رباني غريب طالع من القدرة. الحاج التهامي بقى لاصق في بلاصتو والرجفة شادة ليه يديه ورجليه، وبوشعيب العساس كيشوف وكيعاود يمسح في عينيه كيسحب ليه كيحلم. رحمة كانت باقة في صدمتها شادة في جنابات القدرة، والدموع كيهبطوا سخان على وجهها. ما قدراتش تمد يديها وتاكل، بقات غير كتشوف وتسبح. الجيران دخلوا عليها والدهشه واكله ليهم عقلهم. الزاهيه الجاره الطيبه قربات وشمات ديك الريحه اللي كتدوخ وقالت بصوت مبهوط يا رحمه هذه ماشي ريحه طعامنا، هذه ريحه الجنه. وفي ديك اللحظه امين وليلى فاقوا من النعاس على الصداع، والدهشه كانت كبيره من اللي لقاو قدامهم القدره عامره بالخير اللي ما عمرهم حلموا به. بداو كياكلوا بشراهه وبراءه اليتامى اللي ذاقوا الحلاوه من بعد المراره. الحاج التهامي اللي كان تيسخر بدا كيحس بواحد الضيق في صدره وكأن الدار كدور به. حاول يدخل البيت باش يبرد غدايدو ويقول باللي هاد الشي غير سحر، ولكن الفقيه دريس اللي وصل في ديك الساعه وقف ليه في الطريق وقال ليه يا الحاج هادي ماشي سحر، هادي عداله السما اللي ضحكتي عليها، هادي واما اليتيمه فلا تقهر اللي نسيتيها في وسط مالك وجاهك. الناس بداو كيشوفوا في الحاج التهامي بنظرات الاحتقار، وهو اللي كان كيمشي وسطهم بشان ومرشان لقى راسو اليوم أصغر من نملة قدام عزة نفس الأرملة. رحمة واخا كانت فرحانة بالرزق قلبها الكبير ما خلاهاش تبخل، نادات على كاع الجيران المحتاجين وقالت لهم قربوا تباركوا في رزق الله. هاد الخير ما جاش للرحمة، هاد الخير صفته الوالدين الفوق لليتامى لتحت. وبدات كتغرف وتوزع، والقدرة سبحان الله ما كتنقش، كل ما غرفات كترجع تعمر، وكأن البركة نزلات في ديك الدار بصفة نهائية. في هاد الوقت واحد من ولاد الحاج التهامي جا كيجري وهو كيغوت يابا الدار الكبيرة طاحت فيها السارية والبهايم بداو كيموتوا بلا سبب. الحاج التهامي سقط ليه كاع داك الكبرياء وفهم باللي الحرب اللي بداها مع أرملة فقيرة نتيجتها بدات كتاكل ليه في رزقه اللي طغى به. الدوار كامل بقى شاهد على ديك الليلة فين القدرة ديال الحجر رجعت هي السند وهي القوة، وفين الجار الغني لقى راسو كيطالب بالسماحة من المرأة اللي كان كيسميها حمقى. رحمة شافت فيه وقالت ليه بكلمة واحدة أنا سامحتك، ولكن شوف واش ربي غادي يسمح ليك على الحقرة ديال اليتيم. ومن تما بدات القصة كتاخد مجرى آخر، فين الفقر بدا كيتحول لغنى الروح والمال، وفين الظلم بدا كيتخلص غالي في نص الليل. داك الصباح اللي طلع من ورا ليلة المعجزة ما كانش بحال كاع الصباحات. الدوار فاق على وقع صدمة خلات الصغير والكبير يراجع حساباته. الحاج التهامي لقى راسو في مواجهة مع خراب ما كانش كيتخايلو. السارية ديال دارو الكبيرة اللي كانت هي مفخرة القبيلة طاحت وكأنها مصنوعة من رمل، والخزيم اللي كان عامر بالحبوب والزرع لقى فيه السوس نخر كل شي في ليلة وحدة. أما البهايم اللي كان كيباهي بها لقاها بوشعيب العساس طايحة هامدة وكأن ملك الموت داز على زريبته خلاها قاعا صفصفا. الناس في الدوار بداو كيهمسوا هادي لعنة اليتيم، هادي تصرفيق هاد القدر. وفي الجهة الأخرى كانت البركة ديال الرحمة ولات هي القبلة ديال القلوب. القدر اللي طبخ الحجر وخرج الطعام بقى أثر البركة فيه باين، ورحمة اللي كانت بالليل حايفة من الجوع صبحات وهي لاله مولاتي في عيون الناس. الفقيه دريس جاب معاه واحد المحسن كبير من المدينة اللي سمع بالقصة وجا قصد الدار. هاد المحسن ملي شاف رحمة وشاف اليتامى واليقين اللي في عينيها قرر يبني ليها دار من الياجور والإسمنت في بلاصة البركة، ويفتح ليها محل تجاري صغير تعيش منه هي وليداتها بكرامة. الحاج تهامي واللي شاف البني كيبدا عند جارته اللي كان كيحقرها والخراب كياكل في دارو بدات الصحة ديالو كتدهور، ووجهه اللي كان منفوخ بالكبر بدا كيصفر ويدبال. لقى راسو وحيد، حتى ولادو اللي كان كيدللهم بالمال الحرام بداو كيهربوا منه وكيتهموه باللي هو السبب في هاد الشؤم اللي نزل عليهم.
رحمة كانت كتشوف هادشي كامل وبقى فيها الحال حيت قلبها ما كيعرفش الحقد. مشات لعند الحاج تهامي اللي كان جالس قدام أطلال زريبته وقالت ليه بواحد الوقار: يا الحاج، الرزق كيعطيه الله وكياخدو الله، وأنا اليوم ما جيتش باش نشمت فيك، جيت غير نقول لك باللي باب الله ديما مفتوح للتوبة. الحاج تهامي ما قدرش يهز عينو فيها حيت عينو كانت عامرة بالخجل والدل، وفهم باللي ديك التصرفيقة اللي عطاتها ليه الأيام كانت هي الدواء المرض الكبر اللي فيه. وفي هذا الوقت بدات رحمة كتحول من أرملة فقيرة لمرأة صاحبة فضل، والمحل اللي فتحات ولا هو البركة ديال المنطقة. كل من ضاقت به الدنيا كيقصد رحمة، وهي ديما كتفكرهم باللي الحجر كيطيب إلا كان القلب صافي واليقين في الله قوي. واليتامى آمين وليلى كبروا في ظرف شهور قليلة وكأن الله كيعوضهم على سنين الحرمان. ولات ليلى كتلبس أحسن اللباس، وآمين ولا هو اللي كيسير المحل مع أمه. والناس بدات كتعرف باللي عدالة السماء ما كتغفلش، وباللي اللي كيقهر اليتيم راه كيحفر قبرو بيدو. رحمة بقات هي رمز الصبر، والحاج تهامي بقى عبرة لمن اعتبر. والدنيا دارت دويرتها وخلت الحكايات باللي وصية كيتداولوها الأجيال في كاع الدواور المجاورة. الأيام بدات كدوز، وكل نهار كيزيد يأكد باللي اللي معاه الله ما يخصو خير، والظالم وخا يطغى راه نهايته قريبة. الحاج تهامي من بعد ما فقد العز والمال بدات عافية المرض كتاكل في صحته. لقى راسو طريح الفراش في واحد البيت صغير ومعزول. ولادو اللي كان كيحلم بيهم يكونوا سندو تفرقوا عليه، وكل واحد خمم غير في راسو وفي داك الشي اللي بقى من حطامه. بوشعيب العساس اللي كان ديما كيشوف الظلم وساكت لقى راسو هو الوحيد اللي كيجيب ليه كاس الماء. الحاج تهامي كان كيشوف السقف وكيتفكر النهار ضحك على رحمة وهي كتحرك الحجر، وكان كيتسمع ليه في ودنيه صوت غليان داك القدر بحال الرعد اللي كيهدد بنيانه. وفي الجانب الآخر رحمة كانت غادية والشان ديالها كيعلى. المحل اللي فتحات ولا سميتو محل البركة، والناس من كاع المداشر والقرى كيجيو يتقداو من عندها غير باش يتباركوا بيديها، حيت عرفوا باللي ديك المرأة عندها سر مع الله. أمين وليلى كبروا في ظرف عام وكأنهم شربوا حليب العز. أمين ولا كيمشي للمدرسة بكتوب ومحفظته جديدة وعينيه كيطير منها الذكاء والطموح. وليلى ولات مساعدة أمها في الدار جديدة اللي ولات منارة في الدوار. واحد النهار والريح كتصفر برا، رحمة قررت دير واحد الحاجة اللي صدمات الجميع. هزات سنية عامرة بأحسن ما طاب من الطعام ونادت على آمين وقالت له: يا وليدي، هز هاد الخير وديه لجارنا الحاج تهامي، راه الجار وصى عليه مبي واخا يكون ظلمنا. آمين في الأول تردد، ولكن ملي شاف نظرة الحنان في عينين أمه هز الصينية ومشى قاصد داك البيت المهجور. ملي دخل آمين على الحاج تهامي الراجل ما قدرش يصدق عينيه. اليتيم اللي كان كيسميه ولد الحرام والمحروم اليوم جايب ليه الرزق حتى لركابيه. الحاج تهامي نزلوا دموعه وبدا كيرعد ويقول: سمحوا لي يا وليداتي، سمحي لي يا رحمة، أنا اللي كنت يتيم العقل والدين وانتم اللي كنتوا أغنياء باليقين. هاد الموقف خلى الحاج تهامي يرجع لصوابه في آخر أيامه، وعرف باللي القوة والمال كيمشيو وما كيبقى غير الفعل الزوين. وفي هاد الأثناء واحد الخبر آخر نزل على الدوار بحال الصاعقة. الفقيه دريس لقى باللي الأرض اللي مبنية عليها دار رحمة جديدة هي في الأصل كانت وصية من جدها القديم اللي كانت مخبية في ورق قديمة وما عرفها حد. واليوم القانون والشرع رجعوا ليها حقها كامل مكمول، لتتحول رحمة من أرملة كطيب الحجر لمالكة أكبر أرض في المنطقة. وكأن الله بغى يوري للناس كاملين باللي الجبر كيكون على قد الصبر، وباللي اللي خلى أموره لربي ربي ما كيخليهاش لغيره. وبدات ملامح النهاية كترسم بواحد الطابع ديال الوقار فين الحق رجع لماليه والباطل داب بحال الملح في الماء. الخبار ديال رجوع الأرض لمولات الحق كان هو المسمار الأخير اللي تدق في نعش الظلم اللي كان مغلغل في الدوار. رحمة ولات اليوم حديث الساعة، ولكن ماشي بالحقد ولا بالانتقام، بل بالوقار اللي كيسكن ملامحها وبالرزانة اللي كتمشي بها وسط الناس. الأرض اللي رجعات ليها كانت شاسعة ومعطاءة، وقررت رحمة في واحد اللحظة ديال الصفا أنها تحول جزء كبير منها لدار اليتيم ومدرسة لتعليم الصنعة، باش حتى شي يتيم في الدوار ما يذوق المرارة اللي ذاقها أمين وليلى. هاد الخطوة خلات الناس يحبوها أكتر ويشوفوا فيها الأم ديال القبيلة كاملة. وفي الجهة المظلمة من القصة كان الحاج تهامي كيريش أنفاسه الخيرة وسط واحد الندم اللي كياكل في قلبه كتر من المرض. طلب يشوف رحمة للمرة الخيرة باش يطلب منها السماح وجها لوجه. رحمة ما
الطواتش ومشات لعنده، لقاتو دبال وصغر وسط غطاه، وبمجرد ما شافها بدات حنجرته كتخرج واحد الصوت مبحوخ وكيردد: السماحة يا رحمة، غماني الطمع وعماني الجاه، سمحي لي على كل نهار بكيتي فيه بسبابي. رحمة شافت فيه بعين الرحمة وقالت ليه: الدنيا فانية يا الحاج، وأنا من نهار حطيت الحجر في القدر وكلت أمري للي ما كينامش، الله يسمح لينا وليك. الحاج التهامي غمض عينيه وهو كيتنفس الصعداء، ومات في ديك الليلة وهو عارف باللي الحجر اللي سخر منه كان هو السبب في نجاة روح جارته وهلاك كبرياءه هو. الجنازة ديالو كانت هادئة وقليلة الناس، عكس الجاه اللي كان كيباهي به، والناس في الدوار بقاو كيتعجبوا كيفاش المال والشان ما نفعوهش قدام دعوة مظلوم. ومن بعد موتو رحمة ما سمحاتش في ولاد الحاج التهامي اللي لقاو راسهم في الزنقة من بعد ما ضاع كل شيء، ناداتهم وقالت ليهم: باب الدار مفتوحة والرزق اللي عطاني الله راه فيه حقكم كجيران، ما تمشيش خطيئة الوالد في رقبة الولد. هاد النبل ديال رحمة خلى الدوار كامل يتوحد، ولاو الناس كيضربوا بها المثل في العفو عند المقدرة. وبدات رحمة كتحط الساس ديال واحد العهد جديد في المنطقة، عهد ما فيهش الحقرة وما فيهش اليتيم اللي كينام جيعان، حيث الصدمة ديال داك القدر اللي تحول فيه الحجر للطعام بقات محفورة في ذاكرة كل واحد، كتفكرهم باللي اللي خلقنا ما يضيعنا، وباللي عدالة السماء كتبدأ بكلمة يا ربي من قلب صادق ومحروق. وفي كل ليلة جمعة كانت رحمة كتجمع اليتامى وتطيب ليهم في ذاك القدر نيت اللي ولا رمز للبركة، وكتحكي ليهم باللي الصبر مر ولكن نهايته أحلى من العسل، وباللي اليقين هو السلاح الوحيد اللي كيهزم الفقر والظلم مهما طال الزمان. السنوات دازت بحال لمح البصر، والبركة اللي نزلت في ديك الليلة بقات غادية وكيكبر مفعولها في كل شبر من ديك الأرض. أمين وليلى ما بقاوش هادوك اليتامى اللي كيسدوا جوعهم بالصبر والدموع، بل ولاو هما المنارة اللي كيتمشى بضوها الصغير والكبير في الدوار والمداشر اللي دايرة به. أمين ولا شاب كيهز الأرض بكتافه، قرا وكمل قرايته في المدينة، ولكن قلبه بقى معلق ببلاده وبتيك البركة اللي ولات قصر ديال الخير. رجع للدوار وبدا كيسير الأرض ديال مو بأحدث الوسائل، وحولها لجنان خضراء كتعطي الغلة والرزق لكل واحد بغى يخدم بعرقه. أما ليلى فبقات مع الأم ديالها رحمة كيسيروا دار اليتيم اللي ولات مشهورة في المغرب كامل، ولاو كيجيوها المحسنين من كل قنت، حيت سمعوا باللي هذيك الدار فيها سر رباني، وباللي أي درهم كيتحط تما كيرجع أضعاف مضاعفة. رحمة ولات هي الحاجة رحمة، وقارها كيبان من بعيد، وجهها ولا مراية ديال الرضا والسكينة. ولكن المعجزة الحقيقية بدات كتكرر بوجوه أخرى. واحد النهار جاو لعندها ناس من دوار بعيد، جايبين معاهم واحدة المرأة مسكينة جراو عليها من دارها ولقاوها كتهيم في الخلاء. رحمة ملي شافتها عرفات باللي القدر عاود دار دورته، حيت هذيك المرأة كانت هي النسيبة ديال الحاج التهامي اللي كانت في وقت من الأوقات كتشوف رحمة بنظرة ديال الاحتقار. رحمة ما فكرتش جوج مرات، هزتها غسلت ليها وكلتها من داك القدر نيت اللي كيبقى ديما عامر بالخير. وفي هاد اللحظة أمين وقف قدام الدار الكبيرة اللي بناها وبدا كيشوف السارية اللي طاحت زمان عند الحاج التهامي، وقارنها بالسارية ديال دارو اللي مبنية على التقوى واليقين، وعرف باللي الشان والهمة ماشي بالمال والقصور بل بالرحمة والقلب الصافي. الدوار ولا خالية نحل، المدارس تبنات والطرقان تفتحات، وكل شيء بفضل قدر الحجر اللي علم الناس باللي الله سبحانه وتعالى كيقدر يغير حال من حال في رمشة عين. أمين وليلى ولاو هما أسياد القوم بخدمتهم للناس وبتواضعهم وماشي بالنفخة والكبر. وفي كل مناسبة كان أمين كيوقف وسط الشباب وكيقول لهم: ردوا بالكم من الحجرة، راه اللي حجر يتيم راه حجر الخالق، وراه الحجر يقدر يولي طعام إلا كان ربي معاك. هاد الميساج ولا هو الدستور ديال المنطقة، وخلى البركة تفيض حتى لدرجة أن الفقر ما بقاش كيدور في داك الجانب من البلاد، وكأن ديك الليلة كانت هي المفتاح اللي تحلوا به كاع البيبان المسدودة. ورحمة كانت كتشوف في ولادها وفي الناس اللي فرحانين وكترفع يديها للسما وكتقول: يا ربي كنتي معايا في الشدة وما نسيتينيش في الرخاء، جعل خاتمتنا أحسن من بدايتنا. الدنيا ما بقاتش غير في الربح والرخاء، حيت ديما كيجي واحد الوقت اللي كيبغي فيه الله يختبر واش داك اليقين باقي ثابت ولا غير مع المال والشان ولا عادة.
فواحد الصيف كان صهدو كيحرق الحجر، جا للدوار واحد المستثمر كبير من المدينة، راجل كيبان عليه الطمع في عينيه، سميتو السي المنصور. جا وبغى يشري الأرض ديال الرحمة اللي ولات جنة خضرة باش يحولها لمشروع سياحي ضخم ويهدم دار اليتيم والمدرسة اللي تبنات بدموع العين. السي المنصور بدا كيغري في أمين بملايين صحيحة، وكان ليه: يا ولدي، هاد الأرض راها كنز، وأنا غادي نرجعك من أغنى أغنياء المغرب. هاد اليتامى وهاد الفلاحة ما غادي ينفعوك بوالو. أمين في ديك اللحظة وقف وقفة ديال الجبل اللي ما كتهزو ريح، وشاف السي المنصور بواحد النظرة فيها العز اللي ورثو على مو، وقال ليه: يا السي المنصور، هاد الأرض ما تشراتش بالفلوس باش تباع بالفلوس، هاد الأرض تسقات بالدموع وتبنات باليقين، والقدر اللي طيب الحجر ما كيتباعش بملايين البشر. السي المنصور ما عجبوش الحال وبدا كيستعمل نفوذه وضغوطاته وحاول يحبس الماء على الأرض ويضيق على المحل ديال البركة. ولكن هنا فين بان المعدن الحقيقي ديال الرحمة. نادت على وليداتها والناس ديال الدوار وقالت لهم: ياك ربي رزقنا من الحجر، واش دابا غادي نخافوا من بنادم؟ وبدات رحمه كتقسم داكشي اللي عندها مع الفلاحه الصغار اللي تضروا، ووقفات هي وامين وليلى في وجهها الطاغيه الجديد. امين استعمل قرايته وعقله ومشى للمحاكم وكشف التجاوزات اللي كان كيديرها هذا المستثمر. وفي اللحظه اللي السي المنصور كان كيحسب ليه باللي غلبهم بالمال، وقعت معجزه اخرى. البئر اللي كان المنصور حفرو في ارضه المجاوره باش يقطع الماء على رحمه نشف تماما، وواحد العين ديال الماء انفجرت وسط دار اليتيم بقوه، خلات الماء يفيض ويسقي كاع الاراضي المجاوره. السي المنصور لقى راسو خاسر الملايين في مشروع فاشل، والناس اللي كان كيهددهم بداو كيضحكوا عليه. وفي وسط هاد الروينه رحمه دارت الفعل اللي ما يتوقعوش العقل، صيفطات ليلى وجابت الماء من عينها وعطاتو العمال السي المنصور اللي كانوا كيموتوا بالعطش، وقالت لهم: الماء ديال الله والحقد ديال بنادم. هاد الموقف خلى السي المنصور ينسحب من الدوار وهو حاني راسو، وعرف باللي هاد البلاد فيها رجال وعيالات اللي ما كيتشراوش بالثمن. امين بفضل هاد الوقفه زاد الشان ديالو وتعرفات قصته في البلاد كامله، كان نموذج للشاب اللي ما باعش اصله على قبل الطمع. ورحمه بقات هي الصدر الحنين اللي كيجمع كل شيء، والامتحان اللي كان بغى يفرقهم زاد جمع شملهم وخلات البركه تزيد تفيض، حيت عداله السماء ديما كتكون بالمرصاد، لكل واحد كيحسب ليه باللي ماله غادي يخلدو او باللي قوته تقدر تغلب قوه الخالق اللي رزق اليتيم من قلب الحجر الصم. وهكذا يا خوتي وخواتاتي كتوصل قصتنا للمحطة الأخيرة، واحد العشية اللي كان فيها الجو هادئ والريح فيه ريحة الورد والسكينة. الحاجة رحمة كانت جالسة في السطح ديال دارها كتشوف في الأرض اللي ولات خضرة وفي وليداتها، وصوت الضحك طالع من دار اليتيم. حست باللي الأمانة وصلت، وباللي الرسالة اللي بدات بقدر ديال الحجر كملات بنيان من الذهب. نادات على أمين وليلى وجمعات كاع الناس ديال الدوار والفقيه دريس وبوشعيب العساس اللي ولا واحد من العائلة، وقالت ليهم بواحد الصوت اللي فيه وقار السنين: يا وليداتي، الدنيا بدات عندي بجوع وقتلني البرد والحقرة، ولكن اليقين في الله كان هو الغطاء ديالي. اليوم بغيتكم تعرفوا باللي داك القدر ديال الحجر ما كانش معجزة غير في الماكلة، بل كان معجزة في القلوب، حيت ربي ملي كيبغي يعز عبده كيسخر ليه حتى الحجر الصم يولي نبع ديال الخير. رحمة مدات يدها لواحد الصندوق قديم وجبدات منه داك القدر الصادق اللي بدات فيه الحكاية، وعطاتو الأمين وقالت ليه: يا وليدي، هذا هو الورث الحقيقي، خليه ديما قدام عينيك باش ملي يغرك المال ولا الجاه تفكر باللي أصلنا من تراب، وباللي ربي هو الرزاق بغير حساب. تهلا في اليتيم وحسن للجار، راه الدنيا سلف ودين، واللي زرعتيه اليوم غادي تحصدو غدا. وفي ديك اللحظة رحمة غمضت عينيها بواحد الابتسامة خفيفة وطلعت روحها للي خلقها وهي مرتاحة وراضية. الدوار كامل بكى على رحمة، ولكن جنازتها كانت عرس حقيقي، حيت شيعوها آلاف اليتامى والفقراء اللي عاشوا بفضلها. أمين وليلى كملوا المسيرة وبقى محل بركة ودار اليتيم شاهدين على حكاية أرملة بكات الحجر قبل البشر. واليوم وحنا كنساليو هاد القصة، الرسالة موجهة لكل واحد حسب راسو فوق الناس، وكل واحد كيظلم اليتيم ولا كيحتقر الفقير. راه عدالة السماء لا تغفل ولا تنام، وراه ربي يقدر يقلب الآية في رمشة عين. فكونوا رحماء يرحمكم من في السماء، وعرفوا باللي الصبر آخر جبر، وباللي اللي كيقصد باب الله عمره ما يرجع خايب. وقصة رحمة غتبقى وصية لكل قلب محروق باللي الفرج قريب وباللي الله كبير.
خوتي وخواتاتي، هذه ماشي مجرد قصة عودناها باش ندوزوا الوقت، هذه الصرخة في وجه كل واحد قسى قلبه، وميساج ديال الأمل لكل واحد ضاقت به الأرض بما رحبت. قصة رحمة والقدر ديال الحجر كتقول لنا باللي الرزاق هو الله، وباللي الحقرة هي أكبر ذنب يقدر يديرو بنادم في حياته. شحال من رحمة بيناتنا اليوم، شحال من يتيم كينعس وجيعان وحنا جارنا الغني ساد عليه بابو. تذكروا ديما باللي دوام الحال من المحال، وباللي القدر اللي قلب الحجر لحم وخضرة قادر يقلب حياتك من الفقر للغنى ومن الظلم للعدل. غير خلي يقينك في الله كبير. إلا عجبتكم القصة وقاست قلوبكم ما تبخلوش علينا بالاشتراك في قناة قصة أمل وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم هذا النوع من القصص اللي فيها العبرة والروح. وخليوا لينا في التعاليق كلمات يا رب جبرك، وبارتاجيو هذا الفيديو مع أحبابكم. راه شحال من واحد محتاج يسمع هذه الكلمات باش يرجع ليه الأمل في الحياة. شكرا لكم على المتابعة، ونتلاقاو في قصة جديدة وعبرة جديدة بحول الله وقوته. نلتقي لنرتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.